بالغفور القهار ما عني يسمى وعني نفائم سبيبه ما يمنى لرب الغفور القهار ما عني يسمى وعني نفائم سبيبه اللهم قبره الكريم بعرف صصي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف صصي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف صصي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف صصي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف صصي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف صصي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف صصي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف صصي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف صصي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف صصي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف صصي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه 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 مباشرا بسلطان أولادي فإنه قد سافر بما يجيب البشرى ولا يرى يوم القيامة بالأمم فمن دعا من هيا لمن له قد قرر مبجلا فقبل خيراتها للإمام ومن على سيد خالا مولد سيد الورى تبركا فسيرى نموه بالفتوان وإن على ما ينخل مولد خير البشر عطر اللهم قبره الكريم بعرف زين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه يدنا
بعرف تدري من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم اسمه عصر ضربا رحل به عنه ابو طالب الى البلاد الشاميه فأخذ عبيده به صلى الله عليه وسلم فرقه في الخلال حتى قلبت بالدماء ثم حال صلى الله عليه وسلم إلى مكة عظيما فبال له ملك الجبال في إهلاك ذلها صراطا فقال إني أرجو أن يخرج وتعرفوا على الخطاب وقوله العارفين ثم تلاعوا إلى الإنصاف فهو فول الأمر إلى فرق صادم فحكم بتعقيم أول داخل من باب الصلاة الشيعية فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الأمين وكلنا يقبله ويرضاه فأخبروا صلى الله عليه وسلم بأنه ردوه أن يكون صاحب وقت في هذا الملك وليا فبلغ صلى الله عليه وسلم وجرى في ثوب وأمر صلى الله عليه وسلم يقول ناحله لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يرى حقر اللهم قبله الكريم بعرف لديه من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف لذيذ من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف لذيذ من صلاة وتسليم
اللهم صل وسلم وبارك عليه 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم صليل العياء والتواضع يقصد وقد سألناك راجنا مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الروحات وأسمع الروحات والراحية وأعصم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه واغفر للناس هذه الحروف المحبلة المولدية. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سقيا رقيا واشفنا خيرا مقيتا يعب انشياب سيفه السبسباء ورباح. واغفر لنا هذه العروف المحبلة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرسندي نسبته ومنتماه وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعجزه وعسله وحيا ولكاتبها وقارئها ومن أساق سمعه إليه وأشقى. وصل اللهم وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وأصحابه ومن نزلهم ووالاه ما سلف الأذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتعلت صدور المحافل المنيفة بحقود علاه. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد قادم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رقيب حكيم في التسيرات ما ينبى لك سوء الرضوان مني وسائدي رقيب حكيم